السلام عليكم الأحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مطبخ حسناء. اليوم غادي نشارك معكم الكوتليت في الكوكوط، كتجي طيبة زبدة لذيذة بدون قطرة ماء. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة، وغنشارك معكم سلطة اللي منعشة زوينة صحية. ما تنسونيش بواحد اللايك وتعليق، وما تنسوش الاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد. ما نطولش عليكم، ندوزو المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي الكوتليت اللي غسلتها مزيان وخليتها باش تستقطر. هنا عندي واحد 4 ديال البصله صغيره اللي حكيتو، وعندي هنا 7 الفصوص ديال الثومه، وهنايا عندي قزبور حبوب اللي طحنته كيف ما قلت لكم في فيديو سابق. هاد القزبور حبوب ديما طحنوه ملي تبغيوه، يعني ما تخليوهش حتى يعني تطحنوه وتخليوه هكا ما تتبقاش فيه ديك البنه. هنايا كنزيد شويه ديال الملحه، يعني بالنسبه للملح على حسب الذوق وكميه اللحم. هنايا زدت الكمون، هنايا زدت الفلفل الاسود الابزار، وزدت واحد راس معلقه ديال القرفه. اللي عندها العطريه ديال المشاوي ديرهم. هنايا زدت شويه ديال زيت الزيتون، وتنخلط هاد المكونات كاملين. هنايا غادي نتبل مزيان هاد الكوتليت هادي، كنحكها بحال هكا بديك العطريه كيف ما كتشوفوا باش تدخل فيها مزيان. بالنسبه لهاد الطريقه تقدروا ديروها بالليل وتخليوها في هاد التتبيله ليله كامله باش تشرب هذاك العطريه مزيان وتجي بنينه. انا صراحه خليتها غير 2 ديال المكانه وراها جات رائعه، حيت نسيتها بحال هكا حتى الصباح هذا واش خرجتها ديكونجولات وصافي ودرت ليها العطريه ديالها كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للطياب فراه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ساعه ديال المكانه لقيتها طابت. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش ديروها باش طيب هكا في كوكوط وتجي طيبه وزوينه. المهم كنستمر بحال هكا حتى كنكملهم كاملين، وتنغطيهم هكا بالسلوفان وتنحطهم هكا باش تشرب هذيك العطريه ديالها. وبالنسبه للسلطه حتى هي راني وجدت كلشي. هنايا عندي الخس درتو في الماء والخل باش يتغسل، عندي هنايا الروز اللي سلقته، وهاد الخضر حتى فورتهم كيف العاده. هنا الكوتليت ديالي ستفتها في كوكوط كيف ما كتشوفوا، ما درت لا زيت ولا حتى شي حاجه، ما تشدت ليا اللقطه ملي كنت كنستفهم. عاد بالي كنصور، انا ما كنصورش. هنايا تنضيف لهم واحد التمره وحده، وتنسد على الكوكوط ديالي، والعافيه كتكون متوسطه في الاول. فوا تنسمع ديك الصفاره تتبدا تصفر، كنقص العافيه حتى كتولي شمعه، يعني كنقصها حتى الاخير، وتنخلي الكوكوط ديالي يعني ساعه المكانه خليتها وحليتها. يعني نتوما بقاو تحركوها هكا لا تحرق ولا شي حاجه. هنايا غادي نقاد السلطه ديالنا. هنايا عندي الطماطم اللي قطعتها صغير، بصله اللي تكون صغيره قطعتها حتى هي صغير، والخيار حتى هو قطعته صغير. هنايا تناخذ ديك الخضره اللي فورتها كنحكها هكا في الحكه الغليظه. بالنسبه للجزر ولا البطاطا. بالنسبه لهنايا عندي كيف ما كتشوفوا، عندي هنايا الباربه اللي درت معاها شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون وشويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الخل، وخلطتها مزيان كيف ما كتشوفوا قطعتها دوائر. هنايا بالنسبه لديك الخضره صافي كملتها حكيتها، زدت عليها الرز. غادي نضيف ليها هنايا الفرماج اللي حتى هو غادي نحكوه هكا. بالنسبه لديك الخضر اللي انا حكيتهم تقدروا غير تقطعوهم يعني قطع صغيره، يعني على حسب يعني اللي بغيتو. هنايا عندي واحد الطونه اللي كتكون صغيره ضفتها هي والزيت ديالها، ما بغيتوش الزيت صفيوها. هنايا تنضيف الذره اللي تكون حتى هو غسلته مزيان. هنا تنضيف عليهم شويه ديال الخل وجوج معالق هكا صغار
ديال المايونيز. بالنسبه للكميه يعني على حسب يعني الكميه اللي درتو ديال السلطه، يعني واش على حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. هنايا تنخلط كلشي كيف ما كتشوفوا. هاد السلطه هذه صراحه كتجي زوينه رائعه. هنايا ضفت شويه ديال المعدنوس وغادي نخلط كلشي كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لدابا الحال سخون، فهاد السلطات هادو كيكونوا رائعين هكا، كترفقي بهم هكا الاطباق ديال اللحم. اول حاجه هما صحيين وتتبرد بهم هكا في هاد الجو هذا. هنا بالنسبه لي انا درتها هنايا في واحد المول ما تشداتش ليا القطه، درتها في المول اللي ديروا اي مول عندكم يعني ديال الكيك كديروه وكتقلبوه هكا في الطبسيل. هنايا كنستف الخس في الجناب هكا. بالنسبه يعني كيفاش غادي نقول لكم، بالنسبه للتزيين وهذا لكم الاختيار، زينوا كيف ما بغيتوا او لا حطوها غير هكا. كتبداو ديروهم هكا في الطبيصلات، بعد الخطرات تنصوبها بحال هكا وتنحطها كناكلوها هكاك بلا ما ندير هاد الزواق هذا كيف ما كتشوفوا. كتجي رائعه صراحه. الوليدات حتى ياكلوها، فيها جميع الخضر وتياكلوها، يعني ما تيعرفوش بلي راه كاين فيها الخيار، فيها واخا كيقول لك انا ما كناكلش هذه ممكن، ولكن في هاد الشلاضه كياكلوا كلشي حيت تجي صراحه بنينه رائعه. هنايا ستفت الخص كيف ما شفتوا، ستفت هنايا الخيار دوائر درتو، ودرت هنايا في الجناب الباربه. بالنسبه للمكونات، الا بغيتو نكتب لكم يعني المكونات هكا في صندوق الوصف قولوها ليا نرجع نكتبهم لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا كيف ما كتشوفوا. زينتها من الفوق هنا بالفرماج احمر والزيتون اللي فايت لي شرملته معكم. انا نحط لكم الرابط اسفل الفيديو. وهنايا كيف ما كتشوفوا الكوتليت ديالنا هي كيف ما كتشوفوا طيبه الزبده، يعني بدون قطره ماء ولا حتى شي حاجه. تتجي رائعه، جربوها بالطريقه ما غتندموش عليها نهائيا وجاوبوني في التعاليق. وبالنسبه للسلطه ديالنا كيف ما كتشوفوا راها منعشه رائعه، جربوها حتى هي غادي تعجب وليداتكم. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. شجعوني بالتعليق ديالكم واللايكات، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.